هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هكلمكم عن التراكمات. يعني في ناس كتير جدا قالت لي احنا لسه ما بدأناش اصلا في ثانويه عامه مثلا، او انت واحد مثلا عندك فاينل في كليه عايز تلم المنهج. ففي كلتا الحالات انا ازاي الم المنهج المتراكم عليا، سواء كنت ثانويه عامه او كليه او في اي سنه دراسيه، انا عايز الم المنهج اللي بيتراكم عليا، اعمل ايه بالظبط؟ فافتكر دايما ان في وقت، في امل ان انت تلم الحاجه اللي قدامك دي. ومن اجمل الجمل اللي انا بحطها كده ايه، يعني زي ما بيقولوا بين عينيك او نصب عينك او قدامك كده وانت شغال: المؤمن اذا استدرك يستدرك عند كريم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز ابدا متاخر، بس انا بتوكل على ربنا علشان ربنا يقويني والحق الم والحق. افتكر دايما ان انت هتلحق. فيلا كده سريعا نقول الخطوات علشان ما نضيعش وقت. ولكن ثانيه قبل ما نروح نقول الخطوات، ما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب والحاجات الجميله اللي بتتعمل يعني علشان القناه والريتش والكلام ده. نبدا في اول حاجه، الاساس النيه. لو انت مش ناوي ان انت تلم او ان انت تذاكر مش هتلم مهما تعمل. يعني سيبك من الخطوات اللي جايه دي كلها، اهم خطوه والاساس ان انت تنوي. انا لو نويت ان انا هذاكر يبقى خلاص، انا عارف دلوقتي ان انا قاعد عايز اذاكر، قاعد دلوقتي علشان الم الكيمياء او الفيزياء او الماده المتراكمه عليا. انت لو نويت وعزمت النيه اعرف ان انت ان شاء الله باذن الله هتركز، وباذن الله ان شاء الله هتلم. يبقى اول حاجه معانا انوي، والنيه دي هيترتب عليها حاجات تاني. ماشي يا محمد، انا نويت، قول لي بقى يعني بعد ما نويت اعمل ايه؟ بعد ما نويت هيجي الشيطان يقول لك ايه، والله ده كلام جميل جدا بس فيها ايه يعني؟ بما انك بقى نويت بقى تذاكر، نلعب الساعه دي وخلاص بقى ايه، نبدا نذاكر. ولا يقول لك خد اليوم بريك بما انك بقى نويت تبدا جد، وابدا من بكره والنهارده ايه، كمل لعب كده على بوبجي ولا اخرج مع زمايلك وبتاع. فعليا ده اللي بيحصل، والله ده اللي بيحصل معايا كمان. ابقى ناوي مثلا ان انا اعمل حاجه معينه، يجي لي كده وسواس في دماغي يقول لي ما تلعب النهارده ساعه او خد لك ساعه بريك كده وابدا من الساعه الجايه، ما انت خلاص نويت جد بقى ومش هترجع تاني، فاهم؟ لا، ما تعملش كده. دي الاساس، دي الخطوه اللي انت لازم تقاومها، اللي هو ايه، ان انا هتخلص من المشتتات اللي معايا. انا دلوقتي بمسك التليفون بيضيع من وقتي كتير، لا معلش، اقفل التليفون مع يا بابا بعد اذنك، او يا ماما او اي حد، خلي التليفون معاك. طيب انا بذاكر على التليفون، في منصه على التليفون، انزل برنامج اسمه ديجيتال ديتوكس. ديجيتال ديتوكس ده بيقفل التليفون كله الا البرامج اللي انت بتحددها. فمثلا هتحدد الهاتف والباقي والمنصه او البرنامج اللي انت بتذاكر عليه، واقفل الباقي بس. هتقول لي بقى طب انا عايز افتحه مش عارف ايه، بيتفتح بفلوس، وانا عارفك دلوقتي محدش معاه فلوس فمش هتعرف تفتحه. فلخص دماغك وراح عقلك واعمل اللي بقول لك عليه. مش تليفون بس، تليفون، لاب، مش اي حاجه معاك. حتى زميلك ده مشتتات، قول له بعد اذنك ما تجيليش البيت انا عايز اذاكر، بعد اذنك انا مش رايح كذا. ما هو اول خطوه علشان تبدا جد ان انت تقول لا. لو قدرت تقول لا للعب او لصديقك او لاي حاجه يعني عموما، انت خلاص بدات، وان شاء الله باذن الله هتوفق. يبقى انت تتخلص من اي مشتتات عندك. طيب محمد، انا اتخلصت من المشتتات. تاني حاجه بعد ما تتخلص من المشتتات والنيه الجميله بتاعتك، تبدا ان انت تهيئ الوقت اللي هتذاكر فيه. وتهيئه الجو مش عايز منك ان انت تقعد ايه، تحنكش كده وتروق وتعمل وتلزق ورق مش عارف ايه وتظبط جو اللي هو ايه، جو واحد هيبدا وفي الاخر ما تبداش. انا مش عايز الكلام ده، انا عايز حاجه بسيطه، اللي هو الجو بتاعك خلاص انا في مكتب او في اوضه انا هقعد فيها، الحاجه مثلا في المكان رايق مثلا، او المكتب اللي هتذاكر عليه او الترابيزه رايقه مش عليها حاجه غير الكتب بتاعتك بس. ده الجو الرايق اللي عايزك تبدا بيه. مش لازم بقى ايه تزين هنا حاجه وهنا ورد ومش عارف ايه، تضيع الوقت كله في ان انت تزين وفي الاخر ما تبداش. الزينه بتاعتك دي راحت صور وحاجات فاضيه ما اتعملتش. انا كل كلامي ده عن خطط سابقه او عن تجارب سابقه يعني. فانت الحاجه اللي انت تعملها ان انت تهيئ الجو والوقت اللي انت تذاكر فيه. وانا بنصحك بوقت الفجر، بالرغم ان معظمنا ممكن حتى يكون مقصر في صلاه الفجر وما بيقومش بعد الفجر، ولكن حاول ان شاء الله باذن الله وتغلب على الشيطان ان انت تقوم بعد الفجر تذاكر. ده من اجمل الاوقات. طب ما عرفت تذاكر بعد الفجر، ذاكر الصبح، ده اللي بقول لك عليه. الشيطان ما يضحكش عليك ويقول لك كنسل النهارده، لا، ما عرفت تذاكر الصبح ذاكر الظهر. مثلا ضاع منك الوقت لحد العصر ذاكر العصر، ضاع منك الوقت لحد بعد العشاء ذاكر لك ساعه بعد العشاء قبل ما تنام. ما تحاولش ان انت تضيع اي وقت في ان انت بحجه ان انت ايه هتبدا كمان شويه.
يبقى الوقت الكويس اللي انت تختاره، وانا برشح لك بعد الفجر والصبح بدري، لان الانتاجيه بتبقى عاليه جدا، والمكان المناسب. ابعد عن الزيطه، ابعد عن الدوشه. قول لي اي حاجه بتشغلك، لا انا هبدا كده. انا كده هيئت الجو ونيه وكل حاجه. بقى نخش بقى في الكلام الفعلي. انا حطيت الكتاب قدامي وعايز اذاكر، اعمل ايه؟ انا دلوقتي في ثانويه عامه، واحنا ان شاء الله لسه بدري قبل الامتحان. فالتراكمات دي هتلمها ازاي؟ هبدا اقسم التراكمات القديمه مع الحاجات الجديده. انا دلوقتي هذاكر فيزياء، خلاص انا في الباب الثالث هاخد درس فيزياء جديد. المستر النهارده اخدنا في الدرس درس فيزياء جديد، هبدا اذاكره كانه هو بدايه المنهج. طيب يا محمد الفصلين الاولانيين لا، هبدا اقسمهم. اخد مره مثلا المقاومه، مره شده التيار، مره الجهد، مره. بص اللي هو ايه، انا بقسم الدرس اجزاء، والحته اللي انا اخدها اذاكرها كويس جدا جدا. ده الكلام لثانويه عامه. يبقى انت دلوقتي هتقسم الدروس القديمه جزء جزء، والجديد تبدا فيه كانه هو بدايه المنهج. تمام. تمام. طيب تاني حاجه تبص على الامتحانات، ودي نصيحه برضو للكليه. لو انت في الكليه تعمل الحركه دي، تبص على الامتحانات، شوف الامتحانات اللي كانت بتيجي عامله ازاي، بحيث ان انت تبقى عارف هتذاكر ازاي. وحتى برضو لو انت في ثانويه عامه تبقى عارف وانت بتذاكر هتركز على ايه وتكنسل ايه. انا مش هفضل اذاكر يعني اسف في الطريقه اللي هو بغباء كده وخلاص، لا انا هذاكر حاجات واركز على حاجات، وحاجات تانية ايه افهمها كده واعدي عليها وخلاص. فده اللي مطلوب منك، ان انت تفهم بيجيب امتحانات فين، بيركز على ايه، تشوف هو بيحط الامتحان ازاي، وهكذا. حاجه المهمه جدا جدا، وسواء كنت في كليه او في ثانويه عامه، الحل. لو انت ما حلتش انت تقريبا ما ذاكرتش، عشان تبقى عارف. انا كنت بدخل ماده مثلا في الكليه مش ممكن ابقى مذاكرها، بس مش حل عليها اسئله، بنساها حرفيا، انا بنساها، الا بقى ربنا هو اللي بيذكرني. فالحمد لله اني كنت بحل. فانت لو ما حلتش ما تفتكرش. نفس الكلام في الفيزياء، في الكيمياء، في العربي، في الاحياء، اي ماده تذاكر فيها لازم تحل. اي ماده في الكليه برضه لازم تحل. في اي ماده او اي تراكمات عليك لازم تحل عليها. اخر حاجه في المذاكره، وهي الحاجات اللي عليها اكبر قدر من الدرجات. يعني سواء كنت في كليه قلت او في ثانويه عامه، في حاجات معروفه ان دي بيبقى عليها ايه اكبر قدر من الدرجات، دي اللي انت تركز عليها. انا دلوقتي بدات متاخر، يبقى انا اشوف ايه الحاجه اللي عليها اكبر قدر من الدرجات. يعني انا شفت الامتحانات، شفت ايه الحاجات اللي بتتكرر اكتر، الحاجات المهمه اكتر، دي اللي اذاكر عليها كويس جدا. طيب في حاجات تانية هو ممكن ما يجيبهاش او مش مهمه قوي، دي افهمها واحل عليها حاجات بسيطه وخلاص، بس ما ركزش عليها واضيع فيها وقت. اضيع وقت في الحاجه اللي هي عليها اكبر قدر من الدرجات، بحيث ان انا الحق نفسي. تمام. ده فيديو عن التراكمات بصوره عامه. ان شاء الله باذن الله لو عايز اي ماده تتلم ازاي ممكن تكتب لي في التعليقات، وانا ساعتها اتكلم معاك بالتفصيل. انا كده حاولت اجيب لك ايه صوره عامه. الفيديو كان طويل شويه فسامحوني، المهم ان انتوا تستفيدوا. ده كان الفيديو ببساطه، ودي كانت تجربتي مع التراكمات، وان شاء الله باذن الله تلموا الماده كويس جدا او اي ماده قدامكم. وان شاء الله باذن الله موفقين في اي امتحان تدخلوه.